كلنا عارفين ان بيراميدز كفريق وسكواد فرقه مرعبه، ومعاهم مدرب كده بلغه الكوره زي ما بنقول راجل عقر في الملعب، بيعرف ان هو يقرا الاخطاء بتاعه المنافسين ويعرف ان هو يقرا الافكار بتاعه المدرب اللي بيلعب قدامه. بالفعل ده اللي حصل اثناء المباراه وبالذات الشوط الاول، في ظل بقى ان اوسيريو عنده نفس الاخطاء المتكرره، ان هو بيبدا غلط ثم بعد ذلك يعدل الاخطاء بتاعته، وان الراجل كان عامل حساب زياده عن اللزوم لفريق بيراميدز والقوه الضربه اللي موجوده في نص الملعب، فبالتالي لعب بثلاثه في نص الملعب ادوارهم الدفاعيه اكتر كتير من الادوار الهجوميه، وده جه على حساب النواحي الهجوميه او الخط الامامي بالنسبه لنادي الزمالك، سواء ايشو في الحته دي او هنا بالنسبه لناصر منسي او حتى هنا سيد نيمار، ثلاثه اول مره يلعبوا جنب بعض، فده عمل فجوه كبيره جدا ما بين نص الملعب وما بين الخط الامامي، ان هنا مفيش زياده من عمر جابر. يمكن عمر نسبيا شويه بيزيد وبيشتغل وممكن يكون جبهه نتيجه ان هو رجله دايما بتاخده لقدام، انما الراجل ده رؤى مفيش خالص اي زياده. الراجل ده عمرو السيسي مفيش اي